كيفية تحقيق جلو أب شامل خلال شهر واحد. مرحبا فيكم بفيديو جديد. إذا كنت بتبحثي عن تحسين مظهرك وصحتك وزيادة ثقتك بنفسك فأنت بالمكان الصحيح. رح أقدم لك خطوة بخطوة لتحقيق النتائج اللي بترغبي فيها. لهيك خلونا نبدأ ونشوف كيف رح يكون هذا الشهر بداية جديدة إليك. أولا خلينا نعرف شو هي كلمة glow up، وهو مصطلح بيستخدم لوصف عملية التحول الإيجابي بالمظهر الخارجي والصحة العامة والثقة بالنفس. يعني هذا التحول عادة تحسين جوانب متعددة من الحياة، بما في ذلك العناية بالبشرة، تحسين اللياقة النفسية والبدنية، اتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بالمظهر الخارجي. وأولا رح نبدأ بكتابة الأهداف. حددي الأهداف اللي بدك تحققيها خلال هذا الشهر، سواء كانت أهداف تتعلق بتحسين البشرة أو اللياقة البدنية، وطوري هوايات جديدة واكتبيها واحتفظي فيها كمرجع دائم. نظافة كاملة للغرفة. ابدأي بتنظيف وترتيب غرفتك ومساحتك الشخصية. البيئة النظيفة والمنظمة رح تساعدك على تحسين حالتك النفسية وحتخليك تشعري بالراحة. ثالثا هو الاهتمام بالبشرة. ابدأي بروتين يومي للعناية بالبشرة. نظفي وشك مرتين يوميا واستخدمي مرطب مناسب، ولا تنسي أهم شي هو واقي الشمس، وقشري بشرتك مرة أو مرتين بالأسبوع لإزالة الخلايا الميتة. الطعام الصحي. ركزي على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة، وادمجي الفواكه والخضار الطازجة بوجباتك اليومية، واشربي كتير من المي حتى تحافظي على ترطيب جسمك وبشرتك. الرياضة. ابدأي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وحاولي ممارسة المشي أو الركض لمدة 30 دقيقة يوميا، وجربي بعض التمارين المنزلية. ابحثي عن ستايلك. جربي اكتشاف أسلوب شخصي بالملابس. جددي خزانة ملابسك بقطع جديدة بتناسب شخصيتك وشكل جسمك، وامزجي القطع القديمة بطرق جديدة. وعندك ستايلات مثل ستايل العصري، ستايل رسمي، ستايل رياضي، أو ستايل كلاسيكي. انت فيك تبحثي عن هدول ستايلات وتختاري ستايلك المناسب. وإذا بدكم كمان عندي فيديو بالقناة بيحكي عن أنواع الستايلات، فيكم تروحوا تحضروا وتشوفوا. تعلمي واختاري نوع مكياجك المناسب. تعلمي كيفية تطبيق المكياج بطريقة بتبرز جمالك الطبيعي. ابحثي عن فيديوهات تعليمية وجربي منتجات جديدة حتى تشوفي شو هو اللي بيناسبك. وطبعا اهتمي بشعرك. اعتني بشعرك من خلال استخدام منتجات مناسبة لنوعه، وجربي قصات أو تسريحات جديدة، وقومي بترطيب شعرك بانتظام وباستخدام الأقنعة المغذية. وهلأ بنجي لحركاتك وجسدك. اعملي على تحسين لغة جسدك وحركاتك، وكوني واثقة من نفسك وبحركاتك، وتعاملي برشاقة، وحاولي تحسين وضع جسمك وجلوسك. تعلم هوايات جديدة. جربي تعلم هوايات جديدة بتضيف قيمة لحياتك، سواء كانت هوايات فنية مثل الرسم أو رياضية مثل السباحة، أو أي شيء بيصير اهتمامك وبيزيد من مهاراتك. وأهم شيء وآخر شيء وهي علاقتك الصحية مع الأشخاص. اعملي على بناء علاقات صحية مع الأشخاص المحيطة فيكي، وتواصلي مع أصدقائك وعائلتك بطريقة إيجابية، وتجنبي العلاقات السامة اللي بتأثر سلبا على صحتك النفسية. وأخيرا شكرا لمشاهدتكم. بتمنى تكون هاي الخطة ألهمتكم وأعطتكم الأدوات اللازمة حتى تحققي الجلو أب الخاص فيكي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب حتى يصلكم أي شي جديد. وإذا كان عندكم أي استفسارات أو اقتراحات اتركوها بالتعليقات. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.